السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا على فيديوهاتنا. شايفين بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الايس كريم بطريقه حلوه قوي وبسيطه جدا وسهله جدا. مش هنقعد نقول بقى ايه بميه وكلام زي ده. احنا عايزين ناكل ايس كريم يكون موفر وفي نفس الوقت اقتصادي وفي نفس الوقت يكون طعمه حلو جدا. ما يكونش بقى شويه ايس كريم كده بالميه وخلاص. جربنا طرق كتير قوي قوي والطريقه دي بصراحه حلوه جدا، وصلت لها جميله جدا، وهقول لكم انا بصراحه مجرباها من مين. يعني انا شفت مين عملتها وجربتها، طلعت احلى من اي تجارب انا عملتها قبل كده في الايس كريم. بس يلا بينا الاول نحط لايك يعني نعمل اشتراك لو احنا لسه ما اشتركناش. وان شاء الله شير الفيديو لو عجبك، وانا متاكده ان شاء الله الفيديو هيعجبك، لان باذن الله باذن الله الطريقه هتعجبك جدا، بسيطه وسهله ومقاديرها بسيطه جدا، وكمان بتدينا طعم رائع زي بتاع المحلات الفخمه جدا من بره. مقاديرنا زي ما انتم شايفين بسيطه جدا: كوبايه كريم شانتيه، كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، انا حاطه بودر، لو عندك سكر عادي ممكن تحطي، ودول معلقتين من اللبن البودر. دي مقاديرنا اللي احنا نشتغل بيها النهارده. هتطلع لنا الكميه اللي انتوا شفتوها دي، بسم الله ما شاء الله. وبرده للامانه لو حابين تزودوا الكميه ممكن تحطوا كوبايه ونص من اللبن، لان يا ما شاء الله الكوبايه الكريمه انا بستخدم كريمه نوعها نظيف شويه، حلوه قوي ما شاء الله يعني. فهي عملت معايا الكميه اللي انتوا شفتوها دي واكتر. ولكن كانت كمان تقيله، يعني انتوا ممكن تحطوا كوبايه ونص من اللبن على كوبايه الكريمه. هنعمل ايه بقى؟ كله في الخلاط على بعضه كده. هنحط الاول كوبايه اللبن، وهننزل عليه بكوبايه الكريمه، وكمان هنحط معاهم نص كوبايه السكر، وكمان هنحط اللبن كله مع بعضه في الخلاط اللي هو اللبن البودر يعني. وهنضربه ضربتين كده بحيث ان هو يتقل معايا شويه. انت اصلا مجرد ما تحطي، لو انت حاطه اللبن ساقع هتلاقيه تقل معاكي جدا. لو انت مش عايزه تعملي الخلاط ومش عاوزه مثلا تطلعي الخلاط بقى ومكسله والكلام ده، ممكن تضربي على ايديكي كانك بتضربي كريم شانتيه. بس طبعا الخلاط بيبقى افضل لانه بيدينا القوام اللي احنا محتاجينه، اللي هو القوام التقيل شويه. انا على فكره زودت شويه لبن، هنشوف مع بعض، مش عاوزين نرغي ونضيع مننا التفاصيل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شويه بسكوتات كده. طبعا انت لو عندك بسكوت اوريو او اي نوع زي الاوريو ممكن تستخدميه. انا طبعا ما كانش عندي الا البسكوت ده لانه عندي منه كتير فانا استخدمته. هنجيب بقى كميه البسكوت اللي انت حباها، وعايزه اقول لك ان انت كل ما بتكتري في البسكوت ده بيديكي كميه اكبر بسم الله ما شاء الله في الايس كريم. طبعًا بيبقى رائع جدًا، بيبقى آيس كريم كده من جوّه كده وفيه قطع البسكوت. الأول أنا باوريكِ الكيس إن إحنا ما نقطّعش الكيس ده خالص. حاولي إن أنتِ تفتحيه من فوق كده بالراحة بحيث إن أنتِ ما تقطعيهوش، لإن ده اللي هنستخدمه يعني كعلب إن إحنا بنحط فيها الآيس كريم اللي هيطلع لنا بالشكل اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو. لو إحنا طبعًا ما عندناش بولات الآيس كريم، أنا عندي، ولكن أنا قُلت أعمل في الأكياس بحيث اللي ما عندوش ما يبقاش الموضوع صعب عليه ويقدر يستخدم أي حاجة. الموضوع بسيط معانا وسهل، وبأي إمكانيات وبأقل الإمكانيات هنعمله إن شاء الله. كسرنا البسكوت بقى وكنا خلاص ضربنا الخليط بتاعنا في الخلاط، وطلع معايا شايفين بسم الله ما شاء الله تقيل جدا جدا. عشان كده بقول لكم حطوا كوبايه ونص من اللبن. ولكن اضربوا الأول كوباية وشوفوا القوام عامل ازاي. انا علشان عندي الكريمه زي ما قلت لكم انا بجيب اللي هي ريتش المتحده، بشتغل بيها في كل الوصفات بتاعتي في الحلويات كلها يعني، فما شاء الله هي بترمي كتير، يعني هي ما شاء الله حلوه فبترمي كتير. انا هنا كنت زودت حوالي ربع كوبايه من اللبن كمان عليه لان هي كان ما شاء الله تقيل معايا جدا. فانتوا الاول اشتغلوا بكوبايه لبن وشوفوا القوام عامل ازاي. هنديله بقى تقلبتين 3 4 كده ونسيبه مع بعض كده حوالي 5 دقايق بحيث ان البسكوته تتشرب من الكريمه. يعني ايه، تبقى واكله من بعضها يعني. هنجيب بقى الاكياس بتاعه البسكوت اللي احنا فتحناها، عشان كده بقول لكم ما نقطعهاش من فوق. واي بقى علب عندك انت طبعا بتاعه ايس كريم انت عيناها او حاجه، اي حاجه من دي. وهننزل بقى الخليط بتاعنا ده جوه الاكياس زي ما انتم شايفين كده. لو عندك قمع الفتحة بتاعته واسعة شوية هيريحك كتير طبعًا في الموضوع ده. لكن أنا القمع بتاعي يعني إيه صغنن كده على قد حاجات أنا باعملها بيه. فجبت بقى معلقة صغننة كده اللي هي بتاعة الشاي بس أم إيدين طويلة شوية. ووفت بالغرض يعني. وحطيت بقى الكمية جوه الكيس طبعًا حسب الكيس بتاع البسكوت بتاعِك. وبرده حسب ما أنتِ عايزة تخلّي الآيس كريم كبير أو صغنن عشان أطفالِك ده يرجع لِك يعني. تدّي له خبطتين بالراحة بس كده، كل الخليط هينزل في قاع الكيس من تحت لحد ما هيملى معاكي الكيس كله. وهنحطه بقى في كوبايتين بحيث ان هو يبقى واقف كده متماسك يعني. ما يكونش مثلا الباكو مايل او حاجه يطلع معانا الايس كريميه شكلها مش ظريف. هنملى بقى كل البكاوي البسكوت اللي عندنا دي. طبعا انت حابه تعملي في كله زي كده براحتك.
يعني أنا بعد ما عملت الباقي في البولة بصراحة ندمت، هاقول لكم ليه، لإن أنا بصراحة لأ هاقول لكم أمّا تيجي الفقرة دي، مش هنضيّع الوقت يعني في عدم الشرح. بُصّوا بقى أنا كان عندي طبعًا الولاد أمّا كانوا بيجيبوا آيس كريم أو ستيك أو حاجة كنت باشيل العصيان دي، بحيث إن أنا هاعمل لكم الوصفة بتاعتي دي. حطيت بقى فيها العصيان وحطيتها في الفريزر مع دول، وهنا برضه مليت بولة كمان كانت عندي من الآيس كريم، وهاجيب بولة كبيرة كمان هاحط فيها باقي الخليط بتاعي. وطبعًا ده هيخش الفريزر مش أقل من 7 ساعات بحيث إن هو يبقى متماسك نقدر نطلّع منه الآيس كريم اللي إحنا حابينه. طلّع معايا كمية حلوة جدًا، وعلى فكرة لو كنا خفّيناه باللبن كمان كان هيطلّع كمية أكبر، بس بصراحة أنا باحبه دسم فباحبه كده. لو حابين تخفّوه باللبن كمان شوية خفّوه ده يرجع لكم، بس أنا باحبه دسم جدًا لإن طعمه حلو أوي، أوي وتسكيره حلو جدًا. خلّصنا بقى كل الكمية بتاعتنا ودخّلناها الفريزر وطلّعناها بعد حوالي 7 ساعات، أو بعد طبعًا ما أنتِ هتبقي واخدة بالِك إن هو يبقى متماسك معاكِ. تاني يوم بقى إن شاء الله أنا كنت باعمل الكلام ده بالليل، تاني يوم بقى أنا قُمت عشان أفتحه وكان خلاص معايا ما شاء الله متماسك، قُلنا الأول بقى نعمل الطبقة الخارجية اللي إحنا كنا شايفينها في أول الفيديو. جِبت كده مكعبين من الشوكولاتة الخام وهننزل فيهم في مَيّة يعني هاكون جايبة بولة وحاطة فيها مَيّة سخنة عشان أسيّح فيها الشوكولاتة. الطريقة دي أنا دايمًا باسيّح بيها الشوكولاتة الخام اللي أنا عايزاها بدل حمام المائي يعني. واللي متابعني في الفيديوهات اللي قبل كده كلها أنا عاملة يعني أنا باعمل دايمًا تسييح الشوكولاتة بدل ما أعملها على حمام مائي، باعملها بالطريقة دي، باحطها في كيس وما تخافوش الكيس لا مؤاخذة يعني مش هيتخرم ولا هيتقطع ولا هيسيح ولا أي حاجة من دي مَيّة مغلية أنا حطيت فيها الشوكولاتة وغطيت عليها وسِبتها، ما فيش 4 دقايق 5 دقايق وهتلاقيها ساحت منِّك تمامًا. عايزة أقول لكم بقى الأول عشان قبل ما أنسى الوصفة دي أنا واخداها من قناة الشيف على الفيسبوك وهي اسمها ليدي لوما 1 على اليوتيوب. ما شاء الله أنا جرّبت طرق كتير جدًا، الطريقة دي بصراحة أحلى طريقة، أنا حبيتها جدًا باشكرها، ولأ طريقتها حلوة أوي ما شاء الله، ومدياني فعلًا آيس كريم دسم جدًا وحلو أوي، أوي، وزي ما إحنا بنجيبه من برّه من المحلات. عفوًا يا جماعة على قطع الفيديو في الحتة دي، التليفونات بقى عمّالة ترن علينا وكده يعني. ما علينا. جِبنا بقى طلّعنا بقى الآيس كريم بتاعنا اللي إحنا حطيناه في الباكاوي بتاعة البسكوت. بُصّوا حاولوا تقطعوا يعني الباكو كده بالراحة جدًا عشان يطلع معاكِ شكل الآيس كريمة بالطريقة دي، عشان ما تبوظ مننا ولا يطلع بقى إيه، فيها حتة مكسورة ولا أي كلام من ده، هي بتطلع بطريقة سهلة جدًا وبسيطة جدًا، بس بالراحة يعني إيه، اقطعي كده ببوز المقص بالراحة يعني هي ه ه يعني هتلاقي الكيسة أصلًا بتطلع لوحدها يعني ما شاء الله. الموضوع بسيط وسهل بس بالراحة عليها عشان مثلًا إيه، ما فيش حتة تتقطع من الطرف من هنا أو من هنا، هو كده متماسك أساسًا معانا. فما تخافيش يعني مش هيبقى صعب إن أنتِ تطلّعيه من الأكياس بتاعته. عشان كده بنقول ما نحاولش نقطع باكو البسكوت من فوق عشان يطلع معانا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا لو عندِك البسكوت الكيسة بتاعته طويلة ورفيّعة هيطلع نفس الشكل بتاع كيسة البسكوت بالضبط. خلّصنا بقى اللي إحنا عملناهم دول، هنعمل بقى إيه، طلّعنا ده كمان اللي أنا باقول لكم يعني إيه، ده اللي إحنا عيناه. طبعًا هنكون جبنا بقى الشوكولاتة أهي، هي ما شاء الله أساسًا يعني ساحت بسرعة 5 دقايق ولقيتها ساحت جدًا، حتى لو لقيتِ فيها لسه حتة مثلًا إيه كلكيعة كده أو حاجة، ارجعي سقّطيها تاني جوّه المَيّة السخنة، وخلّي بالِك ما فيش نقطة مَيّة تيجي على الشوكولاتة دي، عشان لو نقطة مَيّة جات عليها الشوكولاتة دي هتخرّز مننا ومش هتدّينا النتيجة المطلوبة نهائي. يعني بعد ما تطلّعي الكيس من المَيّة المغلية هتحطيه كده على الرخامة وتنشفيه بأي فوطة وبعدين تفتحيه وتنزلي بقى ايه كل الشوكولاته منها. انا هنا حطيت عليه حوالي معلقتين من الزيت وقلبته كده. لو انتي بصي هنا الشوكولاته انا حباها تقيله، لو عايزاها تخفيها شويه كمان حطي زيت، اوعي تحطي ميه عليه. لو حطينا نقطه ميه واحده على الشوكولاته الخام دي هتخرز زي ما قلت لكم وهتطلع وحشه جدا مش هتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. البولة اللي قدامكم دي فيها مَيّة متلجة، يعني أنا حطيت بولة في التلاجة خليتها مَيّة متلجة جدًا، جدًا، عشان خاطر أحط كده زي ما أنتم شايفين، ما استناش بقى إن أنا بعد ما أحط خليط الشوكولاتة ده عليه اللي هو الكفر البراني أرجع أحطه في الفريزر تاني. لأ أنا عملته كده ونزلته دقيقتين جوه المَيّة المتلجة وما شاء الله متماسك جدًا معايا زي ما أنتم شايفين. ما استنيتش بقى إن أنا أرجع أحطها في الفريزر تاني. سيبيها بس دقيقتين جوه المَيّة المتلجة كده هتنشف معاكِ في ثانية. ما تخافوش مش هتسيح ولا أي حاجة خالص. هنجيب واحدة كمان برضو هنحطها في خليط الشوكولاتة اللي احنا مسيحينه. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا والله العظيم، أحسن طريقة اقتصادية
يعني نقص اقتصادية، بس بتدينا طعم حلو جدا جدا الايس كريم، كأنك شارية من المنتجات الغالية قوي بتاعت الشركات اللي بره النظيفة، مش الايس كريم ابو 2 جنيه وابو 3 جنيه والكلام ده. لا طبعا احنا مش بناكل، ما احنا عايزين ايس كريم يبقى حلو معانا وطعمه حلو ودسم، وكمان يبقى من جوه كده ايه، زي ما انا بشتريه بالاوريو بقى والبسكوت والكلام ده. تاني واحدة برضه اهو. انا قلت لكم ان انتوا لو عايزين تخفوا الشوكولاته ممكن تحطوا زيت، يعني ممكن تزودوا زيت لحد ما توصلوا لقوام الشوكولاته اللي انتوا عايزينه، تقيل او خفيف براحتكم. انا بحب القوام ده لان صراحه انا بحب الشوكولاته من بره، تبقى عليها من بره طبقه تخينه كده، تبقى حلوه جدا بصراحه يعني. وكمان الشوكولاته اللي انا بستخدمها اللي هو تارجت دي حلوه قوي، نكهتها وطعمها جميل بصراحه. بصوا بقى، زي ما انا بقول لكم ان انتوا المفروض تخفوه في الاول. البتاعه بتاعه الايس كريم دي فاشله جدا جدا جدا، فشل ذريع يعني. دي تقريبا تالت واحده اجيبها وبتبوظ وبتتكسر، وما بتدينيش الشكل المطلوب اللي انا عايزاه. مش عارفه بتوع المحلات بيستخدموا حاجه غيرها او ايه لما بنشتري من عندهم يعني، وبيعملوا لنا كده. مش عارفه الحقيقه، بس يعني اهي جابت لي، تحاولي تطلع لي شويه وخلاص يعني. دي بقى اللي في البوله التانية اللي احنا عاينينها على بعضها، ممكن تطلعي بقى منها زي ما انت عايزه ان شاء الله. انتظروني في فيديو قريب باذن الله، هعمل لكم بقى بالنكهات بالمانجا او بالفراوله او بالشوكولاته، بس انا قلت ابدا بده الاول لان انا بصراحه بحبه جدا يعني. وبرده اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما ينساناش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل له كل جديد باذن الله. وبالله عليكم ما تنسونيش في اللايك، الله يصلح حالكم عشان خاطر يرفع معايا الفيديو. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان ان شاء الله يشرف عيلتنا الكبيره، ونشوف فيديوهاتنا الحلوه البسيطه الاقتصاديه اللي احنا بنشوفها او اللي احنا بنقدمها يعني. شايفين بقى ما شاء الله الستيك اللي قدامكم عامل ازاي؟ هوريكم بقى. بصوا انا اصلا ببقى صعب عليا قوي ان انا اقطمه كده، ببقى انا عندي حساسيه في اسناني. بس كنت مستنيه اي حد من الولاد يقوم عشان خاطر يقطم قطمه كده، بس اوريه لكم هو مقطوم من جوه شكله عامل ازاي. بس هو اكيد باين في صوره البروفايل من بره. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا ومش هتبطلوا تعملوه، وهتعتمدوا الطريقه. ونشوفكم في فيديو جديد.